السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة ديلي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات اللي كيجيو اكثر من رائعين اقتصاديين بربعة اللوز فقط. غنحضروا اكثر من 4 كيلو ديال البريوات بمذاق اللوز كيجيو مقرمشين من برا ومعلكين من الداخل. فبسم الله على بركة الله غنبداو بالمقادير. اول شيء غادي نحتاجو 500 غرام اي نص كيلو ديال الكاوكاو. انا كنستعمل هذا النوع اللي غليظ كنقليه. من الافضل هذا النوع هكا باش تسهلوا عليكم كتاخذوه منقي. وغادي نحتاجوا كذلك 250 غرام او ربعه ديال اللوز اللي فسختو من قبل ونقيتو. اول شيء غادي ناخذوا الزيت اللي كتكون بارده كنقليو فيها الكاوكاو او الفول السوداني. كيف ما كتشوفوا كيولي اللون ديالو ذهبي كيف ما شفتوه من قبل. كنديروه في زيت بارده وكنبداو نحركو حتى كنحصلوا على واحد اللون ذهبي. ما تخليوه حتى كيولي يعني اللون ديالو غامق لانه كيزيد الطياب بحال اللوز. منين كنحيدوه من الزيت كيزيد يتحمر. غير كنحصلوا على داك اللون الذهبي صافي كنزولوه من الزيت وكنوضعوه في شي ورق نشاف او شي شبيكه هكا يسقطر ونقص منه الزيت. وكنمروا نحضروا باقي المكونات. تقدروا تستعملوا بطبيعه الحال الكاوكاو اللي كيكون صغير تحمروه وتقشروه تزولوا له القشره وكيبقى هذا اسهل. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا غير على هذا اللون صافي كنزولوه ما كنخليوش حتى كيتحمر لان تابعوا يتقلع عاوتاني في الزيت يعني غادي يعطينا المروره. من الافضل تحصلوا غير على اللون غير ذهبي واحد شويه صافي كتزولوه لانه كيزيد يطيب مره اخرى في الزيت وكذلك كيزيد يطيب كيقبض السخونيه مده طويله. كنخليوه جانبا يبرد وكنحضروا اللوز اللي فسخناه من قبل كنوضعوه في واحد طحانه تكون كطحن مزيان. كنضيفوا السكر. هنا عندي تقريبا 250 غرام حتى 300 غرام السكر كيبقى حسب الذوق. تقدروا ديروا غير 200 غرام او 150 غرام لانه غادي يتعسل من بعد البريوات غيتعسلوا. كيبقى السكر دائما حسب الذوق. انا هنا درت 250 غرام ديال السكر وما غاديش ندير الكميه كامله. كنطحنوه مزيان مع السكر حتى كيولي عجينه يعني ما كيبقاش محرمش. كنحصلوا على عقده ضروري تطحن مزيان حتى كنحصلوا على عقده. كيف ما كتشوفوا من الافضل طحنوه. كنضيف السكر وكنطحن حتى كنكمل الكميه كامله اللوز. نفس الشيء غنديروا للكاوكاو او الفول السوداني غير ما غاديش نطحنوه مزيان غادي غير يعني كنفوتو تهرمش بشويه كيكون مايل يكون مطحون مزيان ولكن في نفس الوقت ما كيجيش بحال عقده يعني كيكون رقيق. كيف ما كتشوفوا راه موضح في الفيديو. ما كنخليوهش مهرمش وفي نفس الوقت ما كنطحنوش بزاف كيبقى باين واحد شويه في العضه. كنطحنوا الكميه كامله ديال الكاوكاو كنوضعوهم هكا في قصريه او شي اناء يكون واسع وكنبداو نضيفوا المكونات الاخرين. هنا ضفت 2 ملاعق كبار ديال الزبده حيوانيه. من الافضل تكون حيوانيه خاصه بالاكل نوعيه جيده تكون بحراره المطبخ ضروري. كنضيفوا كذلك ملعقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المربى ديال المشمش او تقدروا تعوضوه بالجليكوز او العسل اللي متوفر عندكم ماشي مشكل. كنضيفوا كذلك القليل من المسكه الحره اللي طحناها او دقيناها مع السكر غير القليل فقط تقريبا واحد الحبه ديال المسكه الحره او 2 حبات صغار. وكنضيفوا القليل فقط من النكهه ديال اللوز. بالنسبه اللي ما كيبغيش يعني النكهه ديال اللوز ما يضيفهاش فماشي ضروري. غير هي كتعطي داك المذاق ديال اللوز ما تكثروهاش لانها كتعطي المروره. ديروا كميه قليله بزاف. كنضيفوا رشه من الملح ضروري من الملح وكنضيفوا ملعقه صغيره من القرفه. كنخلطوا المكونات مزيان حتى كيندمجوا. كنعجنوهم مزيان. الزبده كيف ما سبق وقلت ضروري تكون بحراره ديال المطبخ. كنبداو نعجنوا حتى كنخلطوا المكونات ثم كنبداو نضيفوا في الماء ديال الزهر. بالنسبه للماء ديال الزهر فكيبقى حسب الخليط ديالكم. تقريبا هنا خدا ليا كاس لاروب ديال الماء زهر نص كاس حتى لكاس لاروب. كتضيفوا غير شويه بشويه وانتم كتعجنوا حتى كتحصلوا على عجين متماسك يعني منين كتكوروه كيتماسك ما كيبداش يتفرتت معاكم. وضروري كتبغي دلكوها مزيان هكا باش يدخل الماء زهر وتخلطوا العناصر مزيان وتجيكم عقده يعني شاده في راسها ما تكونش كتفرتت. كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل
كيبقى دائما مزهر حسب الخليط ديالكم، حسب يعني النوع ديال الفول السوداني او الكاوكاو اللي استعملته. من بعد ما كنعجنها مزيان حتى كنحصل على قوام اللي كيكون بهذا الشكل. منين كنكوروها ما كتفرتش، كتبقى قابطه في راسها كيف ما كتشوفوا، كتكون على شكل عجينه. فمباشره كنشكل منها كويرات كيف ما كتشوفوا. هاد القرعه ديال المزهر هذيك الكميه اللي استعملت فقط، تقريبا نصف كاس حتى الكاس الا ربع عفوا. كنشكل منها كويرات حسب يعني واش كتبغيو البريوات صغار او كبار حسب الذوق ديالكم. هنا درت كويرات متوسطين حتى الكبار هكا، لان كنت مدروكه شويه في الوقت، بغيت نسالي دغيا. درت كويرات شويه متوسطين حتى الكبار. كناخذ الورقه. بالنسبه للورقه فكتحتاجوا تقريبا على حساب، يعني الا كانت الورقه كبيره فغادي تحتاجوا كميه اكثر. غنخلي لكم الكميه اللي احتاجيت بالضبط في صندوق الوصف. غادي نقطعوا الجناب هكا كيف ما كتشوفوا. الورقه كنجمعها كلها هنا تقريبا عندي كيلو، ولكن غادي نزيد كميه اخرى نخدم بها. كنقطع الورقه بهذا الشكل. انا هنا استعملت غير الورقه ديال لومبالاج اللي كتكون يعني معلبه، ما استعملش الورقه الطريه اللي كناخذوها كطريه لان ما توفراتش ليا. خديت غير هذه، واخا كتعذب شويه في الخدمه، ولكن راه كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه وكتبقى مده طويله مقرمشه وكتشرب العسل مزيان. تقدروا تستعملوا الورقه العاديه اللي كناخذوا من الاسواق، كتجي افضل في الخدمه، ما كتعذبش. كناخذوا ديك الورقه كيف ما شفتوا، كتقطعوها حسب الكويرات اللي درتو، كتعبروا الكويرات وكندهنوا سطح العمل مزيان بالزيت. كنديروا يعني كميه معقوله من الزيت. كنكونوا موجدين واحد الاناء فيه القليل من الماء والدقيق باش نبداو نلصقوا، وكنوضعوا دوك الشرائط اللي قطعناها بهذا الشكل. هاد العمليه هذه كتسرع لينا، يعني انا وضعت غير كميه قليله غير باش يبان لكم. كنفرشوا هكا كميه من الورقه، وكنبداو نحطوا هذوك الكويرات ونبداو نلفوا. هذه الطريقه سهله بزاف وسريعه، ما كتاخذش وقت، باش بلا ما يعني نحطوا كل وحده بوحدها كياخذ وقت. كنبداو نلفوا كيف ما كتشوفوا. كنلفوا وحنا كنضغطوا بصبعنا باش نقادوا هذيك العقده باش تعمر البريوه كامله، وفي نفس الوقت كنزيروا هذيك البلاصه اللي كتبقى. كندير ليها شويه ديال هذيك الخليط ديال الدقيق والماء، وكندخلوا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. راه سهله بزاف وسريعه كيف ما كتشوفوا. كنضغط بصبعي وكنقد وانا نطوي. ما كطويوش يعني غير طي عادي، كطوي وانتم كتزيروا باش تجيكم البريوه ديالكم مقاده، وفي نفس الوقت تجي يعني ما تحلش لكم في الزيت. ضروري تبقاو تزيروا كيف ما كتشوفوا. راه الطريقه سهله. غادي نعاود معكم وحده اخرى عن قرب باش تشوفوا الطريقه مزيان. كنستمر حتى كنكمل الكميه كامله كيف ما كتشوفوا. هنا عاودت معكم واحده اخرى عن قرب. كتضغطوا بصبعكم وانتم كتلفوا، كتضغطوا وانتم كتلفوا وكتحاولوا تزيروا. ملي كتبقى لكم واحد شويه، انا الا كان طويل بزاف كتنقصوه بالمقص، كان قصير فكدهنوه بالقليل من الدقيق والماء وكتدخلوه. وهي البريوه ديالنا واجده. كنكمل الكميه كامله كيف ما كتشوفوا. ما شاء الله كيعطيو كميه كثيره. هنا غير نصف الكميه اللي خدمت. غادي نكمل الكميه كامله ثم نبدا نقلي في الزيت. تكون سخونه، النار تكون مهيله بزاف. ضروري النار تكون مهيله الا بغيتو ينجحوا معكم البريوات ويجيكم الورقه مقرمشه يعني الطياب واصل الورقه كامله. ضروري الزيت تكون مهيله، يطيبوا على خاطرهم، ما تزربوش عليهم، ما تجهدوش عليهم العافيه. خليهم يطيبوا على خاطرهم من الجهه الاولى وقلبوهم يتحمروا من الجهه الاخرى. ونصيحه ما تخليوهمش يطيبوا بزاف لان غيعطيكم المذاق المروره. غير يبداو يتذهبوا صافي كتزولوهم، لان حتى هما كيشدوا الحراره يزيدوا يتحمروا. كذلك تابعهم العسل، فالعسل كذلك كيعطيهم واحد اللون ذهبي هكا باش ما يجيكمش غامقين وما يجيكمش فيهم المذاق ديال المروره. كطيبوهم غير بشويه بالمهل، تعطيوهم وقتهم في الطياب، ما تزربوش عليهم. العافيه كتكون مهيله مزيان، وكتكثروا شويه الزيت هكا باش ما يتحرقوش ليكم.
كتبداو تقلبوا حتى كتحمروا مزيان. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا غير على لون ذهبي، كنزولوهم نحطوهم مباشره في العسل. بالنسبه للعسل غنخلي لكم الرابط ديال العسل في اسفل الفيديو. العسل بطبيعه الحال خاصها تكون ثقيله باش تشرب، يشربوا الزيت مزيان، عفوا يشربوا العسل مزيان. ومن الافضل الا كان عندكم الوقت خليوهم ليله كامله في العسل هكا باش يحافظوا لكم على باش يشربوا العسل مزيان ويبقاو محافظين على داك التعليكه مده طويله، ويبقاو شاربين العسل مده طويله. من الافضل خليوهم ليله كامله، واقل شيء خليوهم واحد ساعتين في العسل. هذا سر من اسرار البريوات، كيبقاو هكا معلكين وشادين العسل، يباتوا في العسل كما كتشوفوا هنا في الصباح. من بعد ما ساليتهم في الصباح كنزولهم من العسل، كنخليهم يقطروا وكنزينهم وكنوضعهم في شي بواطه اللي كتسد مزيان، راه كيبقاو مده طويله. تقدروا توضعوهم في المجمد، ما كاين حتى شي مشكل. غير فرشوا ما بين طبقه وطبقه بلاستيك غذائي، كيبقاو مده طويله كيصبروا، كيبقاو مقرمشين من برا معلكين من الداخل، وكيبقاو شادين العسل. كنتمنى تجربوا الوصفه اليوم. مع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله.